بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني. النهارده بقى ايه مع بعض كده؟ النهارده بقى الجمعه، وعارفين يوم الجمعه ده بيبقى الحبايب متجمعين، فطلبوا الممبار، فجبنا ممبار وهنعمل احلى ممبار. إيه الاكله ديت؟ يعني من الاكلات المصريه اللي هي المتينه نديله، يعني الكرشه والكوارع والكلام دي، بس احنا ملناش في الكرشه ولا في الكوارع ولا في الكلام دي. إيه مش احنا، لا، الشباب ليهم، لكن احنا كبنات لا. لكن بنحب الممبار وبنحب الكبده، دي الحاجات الوحيده اللي احنا بنحبها من قلب الايه، المعزه. من قلب البقره او الجاموس. هنا بقى معايا بصلتين كبار اهو. بصي، الممبار حياته في الخضار، اللي هو الشبت، البقدونس، الكزبره، الحاجات دي. لكن بالنسبه لاي حاجه تانية بتبقى يعني هينه، يعني لما تعملي الخضار وتكتريه هيطلع معاكي طعمه جميل وزي الفل. والله عليكي بقى لو عندك حته كبده وقطعتيها وانت بتشوحي البصله معاها كده، والله عليكي بقى لو عندك شويه لحمه مفرومين وحطيتهم معاها بتديله طعم روعه من روعات الزق. هنا بقى قشرت البصله اهوت معاكم. معايا هنا نص قرن فلفل احمر، مش هكتر قوي لان احنا القولون بايظ. بس الحاجه دي كويس قوي اهو. الفلفل الاحمر كمان يعني مع الصلصه بيديها طعم وبيديها لون جميل. هنا البصل بتاعنا اهو ماشي كده تمام. معايا هنا فصين توم، ما مش فصين توم، هم راسين توم. بيجروا شكل كده، فقلت ايه بدل ما اسيبهم يضربوا اخواتهم الصغننين دول، قلت اخدهم. بس قبل ما نخش في الفيديو ونخش في التفاصيل ونخش مع احلى ممبار بيضرب نار كده ويخلي الدنيا مية مية، اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، وان شاء الله كده نبقى مع بعض دايما في خير وحب وسعادة. ربنا يشفي بنتي ويشفي كل مريض، قولوا امين. متنسوش دعواتكم الحلوة لينا، وما تنسوش ان انا مش هكبر الا بيكم ومحتاجة دعمكم جدا جدا. خليكم معايا بقى، هقطع البصل واقطع حاجتي كلها كده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي يا حبيب قلبي، هنا التوم انا مقطعاه زي المفروم بالظبط اهو. بس في التقطيع في الممبار بالذات بيبقى متقطع كده بيبقى جميل. اما بيستوي كده وبتيجي تاكليه بيدي طعم كده جميل. ومعاه الفلفل الاحمر والبصل برضو قطعته مكعبات اهو. وحطيت بقى شويه زيت على النار. تعالوا نروح بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. هنا هو حطينا الزيت يا حبيب قلبي، ولما اتقدح خالص، لان الزيت اليومين دول كده يعني لازم تقدحيه، اي حاجه لازم تغليها 100 مره عشان خاطر الميكروبات والقرف اللي في الجو ده. ننزل بقى بالحاجه اللي انا قلت عليها. ما شاء الله الريحه من قبل ما ياخد اي حاجه، من اول ما بينزل في الزيت كده ريحه الثوم مع البصل مع الفلفل عامله كده. سيبهم بقى ياخدوا لون مع بعض كده وارجع لكم تاني اوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ما شاء الله الممبار اهوت احنا كنا جايبينه وغسلينه وحطيناه في الفريزر. طالع من الفريزر اهو، ما فيهوش اي حاجه، لان انت طالما غاسله حاجتك نضيف ما تشيليش هم حاجه اهو. فدي الكميه ديت احنا هنرجعها تاني في الفريزر. خدنا كفايتنا، لان هم ايه كانوا جايبين كتير بصراحه، حرام يعني ان احنا نستهلك ده. فدول كده ايه هنعينهم يعملوهم مره كده ولا حاجه. اقل منه بيفرط كتير، يعني اقل كميه منه بتفرط كتير. لانه هو طبعا بتقطعيه حتت صغيره، وساعة ما بتحشيه وتحطيه في الميه بتلاقيه ما شاء الله الضعف الطاق 3. دمت كده انا شفتهم هنا في الفريزر هما. ودي الكميه اللي احنا هنعملها. شوفوا ما شاء الله شمع ابيض زي الورد اهوت، ما فيهوش اي حاجه. بس هنرجع برضو نعيد عليه نغسله بقى بخل وليمون ونظبط الدنيا كده. بصي يا حبايب قلبي، هنا الليمون اهو. وطبعا الليمون الحاجه كده لما حاجه تطرى عندها شويه وتحطها في الفريزر فهو متلج اهو. بس بيطلع زي الشمع واصفر وزي ما هو، يعني ما فيهوش اي حاجه، وجامد الخلفيه وتخاف عليها لا تبوظ وتروح حطها في الفريزر. ومعانا هنا الخل، هم دول حياه الممبار. لانه هو بيحتاج حاجه تغير ريحته، فانت كتري. الخل والليمون من الحاجات اللي ما بتسيبش اثر في الاكل، يعني طعمها ما بيغيرش الاكل. حتى لو عصرنا خل لو حطينا خل وحطينا ليمون في الميه بتاعته نفسها اللي احنا بنسلقه فيها،
مش هتأثر فيه ومش هتعمل فيه اي حاجة. وطبعا الصابون الابيض، انا مرغيه صابونه بيضه اهو. الصابون الابيض بيعمل شغل ما فيش بعد كده. اغسله حلو كده واطلعه ايه، حطيت مصفى وحطيت تحتها بلاستيكيه زي كده، اطلعه فيها يصفي براحته خالص لحد ما الصلصه بتاعتنا تستوي. وبعد كده يكون صفى الميه اللي فيه عشان ما يبقاش شايل اي ميه ولا اي شوائب ولا يبقى فيه ريحه. وبعد كده بقى ايه، طبعا ده بعد ما نغسله حلو ونشطفه. الليمونه طبعا مش هعصرها عليه الا بعد ما اطلعه في المصفى، بعصرها عليه واقوم شطفه بقى كده. إيه، اطلعه من الميه دي، اشطفه كويس وهو في المصفى بقى عشان ينزل اللي فيه، عشان المصفى محرمه طبعا وتنزل كل اللي فيه. وبعد كده اقوم عصر عليه الليمونه وسايباه 5 دقايق وارجع اشطفه تاني واسيبه بقى يصفي لحد ما اجي اشتغل بقى ايه وحشي. اعمليه بالطريقه دي كده هتلاقي طعمه جميل وهتلاقي ريحته اجمل ومش هيبقى فيه اي زفاره ولا اي ريحه من الروائح الكريهه اللي بتبقى جايه معاديه. اخلص كده واشوف لما الصلصه تستوي نرجع نحشي معاها. بصوا بقى، هو ده اللون الحلو بتاعها كده، لا تتحرق ولا تحمر قوي، يعني هي تاخد الصفار الطبيعي بتاعها كده اهوت. عشان برضه لو الصلصه بتاعتك مثلا لا قدر الله صفرا شويه ولا حاجه زي صلصتي كده، تبقى حمرا وتبقى جميله. هي مش صفرا قوي ولا حاجه يعني، الصلصه مطلعاها من الفريزر. ولو الصلصه بقى صفرا يعني يبقى احلى واحلى، يعني لو طماطم مضروبه في الخلاط عصير طماطم على طول تبقى احلى واحلى. هنا بقى هتستوي كده الصلصه بتاعتنا، وبعد ما تستوي خالص هحط لها البهارات بتاعتها، تفضل معاها 5 دقايق على النار، لان كل ما تحط البهارات متاخر بتفضل ريحتها والطعم كده. لما بتحطها من الاول الطعم والريحه بتاعتها بتطلع في البخار دوت وما بيبقاش الصلصه بتاعتك ليها طعم. يلا بقى نقطع الخضره كده ايه على ما الطماطم تستوي، وبعد كده نبدا نحشي مع بعض. بصي يا حبايب قلبي، هنا الرز هننزل بالخضار بتاعنا اهو. هنحط كل شويه الصوت يعلى قوي يبقى مش عايزه ادوشكوا يعني. هنا بقى تمسكي الخضار تدعكيه في النص كده لما الخضار تدعكيه في الخضار لما ايه نزل الميه بتاعته كده والرز ياخد الطعم بتاع الكزبره والبقدونس اهو. وبعد كده بقى ايه، هنا كمون متقلب عليه شطه وعليه ملح وعليه فلفل اسود اهو. نحط شويه مش هنكتر طبعا لان احنا هنحط للصلصه. ونقلبه تاني كده. وبعد كده بقى لما الصلصه تستوي ننزل بقى بالصلصه. هتلاقي الطعم ده جميل مع الممبار. بلاش في حشوه الممبار بقى تعمليها زي المحشي، يعني ما تقطعيش فيها بصل ني وما تقطعيش فيها فلفل ني. نصيحه مني يعني، لان انا جربتها مره وما كانتش لذيذه كده زي الخضار بس اهوت. ولو في بقى شويه لحمه مفرومه اديتهم على الخلطه دي. ما تعصجهاش، انت تدفعي على الخلطه دي من غير ما تعصجيها، بتبقى جميله وبتبقى ايه، بتبقى طعم حلو كده. بصي يا حبايب قلبي، هنا الصلصه بتاعتي اهي. هنزل بقى ايه اقلب كده. ليه احنا ما بنقلبش مثلا في الحله اللي احنا عاملين فيها؟ عشان تبقى انت بقى ايه تقلبي براحتك، ما يبقاش في صلصه كتير تحت والرز ما يبقاش ايه شاربها كده ومستمتع. فانت بتحطي بقى كده تقلبي الرز من فوق لتحت بقى على حاجه واسعه. عايزه تقلبي في حلتك برضه قلبي، ما يزعلكيش في حاجه، بس انا بفضل الطريقه دي يعني عامه. الكلام ده لو حاجه هتطبخ في الحله ماشي، لما تطبخيها تشرب منها وتقلبي هتلاقي ايه واخده لون حلو. لكن انت كده الوقت هتسيبي نصه في ارضيه الحله وتيجي بقى في اخر شويه كده تلاقي الصلصه كتير قوي، فما بتبقاش حاجه واخده حقها وحاجه مش واخده حقها. انت بقى ايه على صينيه واسعه كده. وطبعا الممبار بالذات خلطته ما تقلبهاش كلها مره واحده، لان ممكن تزفري الرز معاكي وما ايه ويفيد معاكي الرز، فما بيبقاش طعمه حلو لما بيتطبخ يعني كده. خساره ان احنا نرمي حاجه، حرام. هتقلبي بقى بالطريقه دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نعمل بالطريقه بتاعتنا دي كده لحد ما ايه ما الرز بتاعك تلاقيه مناسب وتلاقي لونه حلو وتلاقيه مظبوط. طبعا عامه الكاميرا مع الرز الاحمر والصلصه والكلام ده ما بتجيبش اللون الطبيعي بتاعها، بس هي بالنسبه لي كده جميله يعني، واخده اللون الجميل بتاعها اللي هو الاحمر، احمر غامق كمان مش احمر فاتح، ومظبوطه كده يعني الرز كله شارب كده، الحبايه كلها ما عادش فيها حبايه بيضه، بقت كلها ايه
شاربة صلصتها وبقت مية مية. طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجة الكزبرة والبقدونس يكونوا كتير، لان بيدوا طعم جميل كده بعد السوا كده، بتيجي تاكليهم اصلا بيدوكي طعم جميل. هنا بقى على ما نبدأ الحشوة ديت، لان طبعا احنا مش انا اللي هحشي لوحدي فهنخلص بسرعة. هحط حلة فيها شوية مية، احط فيها طماطمية، واحط فيها بصلاية، واحط فيها شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون وفصين توم مش متقطعين بحالهم كده، وترفعها على النار تغلي. على ما انتي تخلصي حشو كده في 5 دقايق، علشان ايه تقومي ساقطه الممبار بتاعك على طول ويستوي، لان طبعا الغدا الظهر واحنا دلوقتي بقينا امتى؟ الساعه دلوقتي بقت 12 باقي يعني الظهر الدلوقتي، لا لسه شويه. بهزر معاك اهو. تحط كمان معلقتين كده صلصه ياما وخير ربنا ياما. هنقول بقى ايه؟ مش هحبر على نفسنا ليه؟ كريمي نفسك، ما اوعي تشحبري على نفسك اهو. بصي بقى يا حبايب قلبي، الممبار بتاعك بيبقى مساوي كده، ما تعملوش رز وتسيبي بقى حته مهويه من الجهاد وحته مهويه من الجهاد عشان يلم على بعض كده يبقى زي الفل. على حسب بقى الرغبه، عايزه تعمليه طويل ماشي، عايزه تعمليه صغير ماشي، عايزه تعمليه كله بقى على بعضه وبعد كده تقطعي ماشي. بس انا ما لقيتش احسن من الطريقه بتاعتي دي. بتيجي هنا بتقلبي على صابع وتمسكي بالصابع التاني اهو، وتخلي الجهه اللي فيها الدهن جوه، والتاني تحط شويه رز عوال في ايدك كده اهو، زي ما تكوني كده بتدككي استك في بنطلون اهو. اهو اهو، سهله وبسيطه وجميله. كنت قبل كده حشيته معاكم ببوز الازازه. بتقطعي الازازه كده من عند من بعد الحته اللي بنشرب منها ديت، وتقوم حاطه الحته اللي بنشرب منها في قلب الممبار، وتحطي بقى وتنزلي الرز. بس الطريقه دي جميله والطريقه التانية جميله، بس انا ايه حبيت اعمله بايدي كده ايه معاكم كده واحنا قاعدين ندردش مع بعضينا كده. وبعد كده بعد ما تعملي بقى تحط الكميه اللي انت عايزاها، تروحي فرده 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 كده مظبطه الدنيا. لقيتيه بقى طويل وما انتش عارفه تكملي من الجهاد ومن الجهاد، تحشي شويه من الجوز ده وشويه من الجوز ده. بس هو كده بالنسبه لي زي الفل وزي الورد وزي الياسمين، ويطلع معاكي زي العسل. هنحشي بقى كل الممبار بتاعنا بالطريقه الجميله بتاعتي دي. او الجميله بتاعتكم دي. انتوا طبعا بتعملوا الحاجه اجمل واحلى. وعارفه ان انتوا تعرفوا تعملوا حاجات احسن من اللي انا بعملها، بس ها كلنا بنستفيد من بعض. مش عيب ولا غلط ان يكون عندي معلومه افيدك بيها وانت عندك معلومه تفيدني بيها. يلا بقى لما اسوي الممبار كده اوريكم شكله عامل ازاي بعد التسويه. اوعوا تروحوا في اي حاجه. بس يا حبايبي اهي الميه فيها زي ما قلت لكم الطماطم والبصل والثوم. الثوم حطاه زي ما هو اهو. ملح وفلفل وكمون بقى، واي بهارات عندك عايز تحطيها، عايز تحطي حبهان، عايز تحطي ورق لورا. بس انا اكتفيت بالملح والفلفل والكمون. هنا الميه خلاص يعتبر غلى. الممبار بتاعي اهو انزل بيه كده اهو. ساعة ما بينزل بقى تحت كده تلاقي بوزه قفل. هوريكم برضه اهو. صبع الممبار دلوقتي كده كأنه استوى على وضعك بقى يا كبير. شفتوا؟ هتحطي بقى كل الممبار بتاعك بالطريقه دي كده، وما تخافيش منه. في ناس تقول لك اربطيه وفي ناس تقول لك الزقيه، ما فيش الكلام ده. هو من نفسه كده حاجه ربنا كده بيقوم ايه يلم نفسه بنفسه، بيكتفي بذاته مش محتاج حد اهو. نزلت بالممبار بتاعي كله بقى في الحله. سيبيه بقى مع نفسه ياخد ويدي بشكل ودي كده لحد ما يستوي. اوريكم شكل الممبار كله بقى. مفيهوش اي حاجه متفتحه، مفيهوش حاجه يتخاف عليها. بس بقى لما نستوي كده بقى ونطلعه ونحمره اوريك الشكل النهائي ليه عامل ازاي.